ازاي تخطط رحلة اقتصادية وما تصرفش كتير؟ لا، السؤال ده جميل وفي نفس الوقت تعال اقولك. ونيجي لأول خطوة وهي حدد ميزانيتك قبل أي حاجة. يعني رتبها كده، فصصها قدامك. السكن هياخد كام، الأكل هيصرف كام، الحاجات دي كلها لازم ترتب ميزانيتك قبل ما تسافر. وبعد ما بترتب ميزانيتك بتبقى عامل حسابك في زيادة. ونيجي لأهم نقطة وهي اختار وسيلة مواصلات تكون رخيصة. يعني شوف هاي اس، شوف الباص، قارن بينهم هما الاتنين وشوف الأوفر والأحسن ليك وسافر بيه. ونيجي للإقامة. في الإقامة هتحتاج مكان اقتصادي، يعني بالبلدي كده كامب. انت محتاج كامب. الكامب ده بيبقى عبارة عن غرفة صغيرة فيها سرير ليك وبتقضي فيها يومك الجميل وبتنام وبتصحى تكمل رحلتك زي الفل. واللي بيميز الكامب عن الفنادق ان الكامب ليك مكان تنام فيه، وفي نفس الوقت اسعار الكامبات بتبقى رخيصة جدا. ولو عايز توفر من الكامب خالص، لو معاك خيمة هتخيم بيها. بس قبل ما تفكر ان انت تخيم، فكر هل المكان اللي انت رايح له ده فيه تخييم ولا ممنوع. واهم نصيحة يا معلم، حضر اكل معاك بدل ما تعتمد على اكل المطاعم طول رحلتك، لان الاكل بتاع المطاعم بيبقى مكلف جدا، والاكلات اكتر حاجة بتخلص الميزانية. واهم تركاية، ركز على الانشطة المجانية. شط مجاني، طلع الجبل مجانية. ابعد عن الرحلات اللي بفلوس دي. يعني الخلاصة، اعمل جدول واضح عشان تستفيد من كل يوم من غير مصاريف زيادة. وبس كده.